الله تكونون بصحة وسلامة. اليوم راح اسوي لكم فد نوعية من الفلافل اسويها على شكل بيتزا. فلافل بيتزا كلش سهلة وطيبة وصحية. هنا عندنا كوب من الحمص اللي اني منقعته قبل يوم، كوب واحد بس، وفد بصلاية صغيرة متوسطة الحجم، وشوية بقدونس، وفصين من الثوم. راح اضيف لهم ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة، نص ملعقة صغيرة من الكمون، نص ملعقة صغيرة من الكمون، نص ملعقة صغيرة من الملح. المهم هسه نبدي نطحنهم. عندي هاي الطاحونة صغيرة، طحنا اول وجبة. حضرة الفلافل راح اخليها على جنب شوية لو بالثلاجة اذا حابين. لازم فد نص ساعة نخليها قبل ما نبدي بطبخها. وراح نبدي بالعجينة. العجينة عبارة عن 3 كوب طحين. تقدرون تستعملون طحين اسمر اذا حابين تكون اكثر صحية. ملعقتين كبار من حليب الباودر. اذا ما متوفر استعيضوا عنه بنفس كمية المي اللي راح تخلون بالحليب. انا استعملت نيدو، حليب نيدو. ملعقتين كبار. ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية. ملعقة صغيرة من السكر. ملعقة صغيرة من الملح. بعدين عندنا راح نحرك هاي المواد الجافة مع بعض هيجي. نضيف الزيت، 3 ملاعق كبيرة من الزيت زيتون. نحرك حتى الزيت يتداخل ويا الطحين. شلون نسوي العجينة مالتي على طول هيجي اسويها. راح نضيف المي كوب وربع. يجوز مرات يحتاج اكثر حسب نوعية الطحين. عجينة سهلة. نبدي نعجن. اخذت لها كوب وربع مثل ما قلنا. هسه نبدي نعجن بيدنا. الى ان تصير عجينة متماسكة العجينة، وخليها ترتاح ويتضاعف حجمها. حضرنا الخضرة اللي راح نخليها على البيتزا. عندنا طماطة هاي يعني هيجي شرائح من هاي البيبي توميتو، طماطة الصغيرة، وبصل اخضر كميات اللي تحبوها، وبقدونس للتزيين. راح نسوي طحيني صاص الطحينة. هنا عندنا ربع كوب من الراشي او الطحينة. راح نخليه هنا شوية هاي الاكبر. ربع كوب. هيجي احسن اكثر تبين. راح نهرس فص ثوم واحد. هنا حتى ينطينا طعم طيب. عصير نص ليمونة. شوية وقع. بعدين عندنا مي بارد، مي مثلج. نبدي نضيف شوية شوية ونحرك. صار
عندنا فصاص تخين كلش، راح نظل نضيف شوية ماي شوية شوية لا كله، ونحرك. راح نضيف شوية ملح للطعم، والصوص لازم يكون هيجي اذا تشوفون سائل، بس سائل ثخين. حضر الصوص. انا راح نخلي نص ملعقة صغيرة من البيكنج صودا على الفلافل ورا ما ارتاحوا، واحركهم هيجي. اللي راح اسويه راح اطبخها، طبعا اني فرمتها خشن مو كلش ناعم، لان اريد اطبخها ما تلزم دهن هوايه، ولا اسويها على شكل دائري مثل ما نسوي كل مره الفلافل العاديه. اريد تكون هيجي فل مفرومه. خلينا هنا 3 ملاعق كبيره من الزيت، والمقلاة كلش حاره. راح اطبخها وهي هيجي، احمسها. اول شي ما تلزم هوايه دهن، اكثر صحيه. ثانيا اسهل لنا بالمد على البيتزا. احرك. شوف هسه انطبخت العجينه مال الفلافل واخذت لون. خلص راح نطفيها، ما اريدها تستوي 100% لان راح نخليها بالفرن على البيتزا. هنا عندنا صوص مال طماطة، راح اضيف له شويه زيت زيتون، فد ملعقه كبيره، شويه ثوم، باودر الثوم. هاي راح يصير الصوص مال البيتزا مالتنا. هيجي. هنا عندنا الفلافل بردت، راح اضيف لها بياض البيض، بياض بيضة واحدة، حتى تجمع لنا الفلافل لا تتحرك وهي على البيتزا. ونحرك حتى تختلط المواد مع بعضها. لازم تكون باردة الفلافل واحنا دا نخلي بياض البيض، مريده يستوي وهو بعدنا ما خالي على البيتزا. العجينه مالتنا شقد عجينه حلوه وزينه. اللي راح اسويه راح افرشه بالصينيه هنا. مو كل هالعجينه، 3/4 راح تلزم، واللخة اسويها صغيره. نبدي نفرش العجينه. طبعا لازم نخليها ترتاح، راح اخليها شوي. فتحنا العجينه ارتاحت. نبدي هسه نخلي اول شي، طبعا تعرفون بالبيتزا شنو اكو غير الصوص مال البيتزا. اول شي طبعا الفرن اني من بديت اشتغل بالعجينه شعلتها على اخر درجه، اعلى درجه عندكم بالفرن. البيتزا يراد لها نار عاليه، اوفن كلش حار. شي نخليه. طبعا هذا مو صوص مال بيتزا، هذا صوص لانه هاي فلافل مو بيتزا عاديه، ما يخلون بيه هواي اشياء، او اني ما اخلي بيه. هذه ما خليت بيه فشي. هسه شنو، جبن موتزاريلا شويه حتى تلزمنا الفلافل، مو هوايه بس شويه. عاده واحد يخلي قيامه، بس اني بس راح اخلي شويه هيجي كل المكانات. هاي صارت. نبدي نصف الفلافل. طبعا سووها موديل اللي يعجبكم. انا راح اصف هنا. هسه بياض البيض اللي خليناه وياها راح يلزمنا الفلافل، ما يخليها تنفتح. تذكروا انه هاي اكثر صحية، ما قليناهم الفلافل. والفلافل راح تاكلون بالخبز، فالبيتزا هي الخبز. كلش راح يحبوها الاولاد، خاصة اللي يحب الفلافل.
طعم بالضبط طعم فلافل. شي شي كمية. نضغط شوية، نبدي نصف طماطة الشكل اللي تحبوه. صفينا الطماطة، راح نخلي البصل لا على التعيين. شي بصل اخضر والبقدونس، بقدونس شوية بس نضغط حتى كمل. هذا زيت زيتون، بس انتوا تقدرون اذا ما متوفر استعملوا زيت، يعني زيت زيتون عادي. شوية حتى الطماطة عندنا تاخذ لون. وطحيني صاص طبعا، صوص طحينة. صوص حار. يعني الصوص الحار كلش طيب ويا الفلافل. يعني هسه ندخلها الفرن على درجة حرارة 500 فهرنهايت. هذا الشكل النهائي. هذه جامبو بيتزا، شوفوا طعم فلافل وحارة طلعت. طبعا انا ما اقدر على الحارة، بس تورطت بعد خليت فلفل حار. هاي صوص حار. يلا اللي يحب حاد يعني حار خليه يجي ياكل. اوكي يعني ان شاء الله عجبكم الفيديو. هذا كلش صحي مثل ما قلنا، تقدرون تسووا بالطحين وبيتزا صحية جدا، لازم تجربوها. فكرة حلوة جديدة. ان شاء الله عجبكم الفيديو. اشوفكم فيديوهات جديدة. طبعا المقادير راح تكون جوا الفيديو بصندوق الوصف. اوكي عيني، مع السلامة.